الإخوة يستطيعون مراجعة هذا البحث أعزائي في كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع، اللي أيضا ما أعلم أن هذا الكتاب مطبوع طبعة حديثة أم لا، لأنه أنا عندي الطبعة الحجرية اللي طابعتها مؤسسة آل البيت، هاي الطبعة أعزائي الطبعة القديمة. هناك أعزائي صاحب كتاب مقابس الأنوار اللي بالأمس قرأناه للأعزاء، هناك أعزائي في صفحة 207 208 209 إن شاء الله اليوم في هذا اليوم الإخوة يراجعون، هناك هذه عباراته. يقول وادعاء المحدث الاسترابادي وأتباعه عليهم أو على بعضهم، يعني على من؟ على بعض المتقدمين، عليهم أو على بعضهم كما الشيخ الكليني والصدوقين، أنهم من الأخباريين، وأنهم على الطريقة التي أبدعها وروجها ولبس أمرها على الجهال باسم الأخبارية. على الطريقة مولانا، هذه اللغة كانت قائمة مولانا، عندما يختلفون بعد مولانا يوجد عندنا ضابط أو لا، هذا يتهم هذا بالتضليل، هذا بالجهل، هذا بالغرض، هذا بالمرض، هذا بالكفر، هذا بالزندقة، كانت اللغة مع الأسف الشديد موجودة أعزائي، وصلت إلى التكفير أعزائي يكون في علمكم، وقتل بعض الأخبارية أعزائي على يد الأصوليين ولعله بالعكس أيضا. إذا تقرؤون تاريخهم مولانا قتلوا وسحلوا في الشوارع وقطعوا مولانا. نعم تاريخهم اقرؤوا مولانا، ما أريد أجيب الأسماء. نعم لأنهم شعروا أن هؤلاء يدمرون شنو؟ يدمرون المذهب مولانا. قال ولبس أمرها على الجهال باسم الأخبارية، وقد أفرط في نسبة الأفاضل إليها وحمل كلامهم عليها، حتى أنه لما ذكر في الفوائد أنه لم يرى إلى آخره، انقلوا بحث مفصل. ثم ذكر في صفحة 208 وفي صفحة 200 مولانا 9 يقول وما نسبه إلى شيخنا الصدوق وكان فقيهم، يقول هذا ما قاله في الكليني باطل، ما قاله في شيخنا الصدوق باطل، ما قاله في والد الشيخ الصدوق باطل، وإنما هذه من تلبيسات من تلبيسات المحدث الاسترابات. جيد. وممن وافقه على ذلك أعزائي هو الفقيه المحقق الأصولي المدقق الشيخ محمد تقي الرازي، يعني من ري النجفي الإصفهاني. هسه انتم حسبوها مثل ما قلنا بالأمس مولانا، الطوسي البغدادي الغروي مولانا، هذا من هالقبيل مولانا، الرازي النجفي الإصفهاني. في هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين هناك أعزائي في صفحة 687 يقول فما ذهب إليه الأخبارية من متأخري علمائنا من حرمة العمل بالأدلة الظنية مطلقا، ووجوب تحصيل العلم بالأحكام وانفتاح سبيله على المكلفين والمنع من التقليد بالمرأة، فالظاهر أنه مذهب جديد. إذن يصف الأخبارية بأنهم ماذا؟ مذهب جديد، يعني شنو؟ يعني صاحب بدعة مولانا، وإلا مو أنه رأي اجتهادي قد نوافقه وقد نختلف معه. مذهب جديد لم يذهب إليه أحد من علمائنا المتقدمين، خلافا لما قاله من؟ خلافا لما قاله الاسترابادي. قد أحدثه مولانا محمد أمين الاسترابادي لزعمه أنه مذهب قدمائنا، أخذا بما يوهمه بعض إطلاقاتهم من غير إمعان النظر، ولشبهات عرضت له قد عجز عن حلها، وزعم أنها أدلة على الطريقة التي سلكها.